وتلاقي حفلة تلم أمراء وملوك من حول العالم عشان يجوا يتفرجوا على أهم يوم غير في تاريخ مصر. العالم متحد، عصر جديد يبدأ. محمد سعيد هو اللي ابتدى بناء قناة السويس وتوفى قبل الافتتاح، والخديوي إسماعيل عمل حسابه إنه يعزم أمراء وحكام دول أوروبا، فسافر بنفسه علشان يدعوهم للحفلة. وقال لك علشان يحضر للافتتاح العظيم ده كان معاه 1000 خادم وحوالي 500 طباخ، علشان لما يستضيفهم هنا في مصر يخدموا عليهم طول فترة الافتتاح. تخيلوا بقى حضرته دعا كام واحد؟ دعا حوالي 6000 بني آدم. الحفلة كانت في بورسعيد، وعمل منصات خشبية فيها 3 أقسام. نحكي بقى كل قسم كان مقاعد مين فيهم. الخشبة اللي في النص للضيوف بتوع أوروبا، اللي على اليمين بتوع علماء المسلمين، واللي على الشمال بتوع الأحبار والبابا وكل الناس اللي هم أخواتنا المسيحيين. ونجمة الافتتاح كانت الإمبراطورة جونيني، كان معاها بقى إمبراطور النمسا، ولي عهد هولندا، وزوجة السفير بتاع إنجلترا. الناس كلها لاحظت بقى إن الخديوي إسماعيل مهتم زيادة بالإمبراطورة، لدرجة إن هو أمر إن يتعمل لها قصر مخصوص تقعد فيه طول فترة الافتتاح، وحتة كده على جنب وهي ماشية جاب لها أوضة نوم معمولة كلها من الذهب عشان نتفقع كلنا، كاتب عليها تخيلوا: عيني ستظل معجبة بك إلى الأبد. يا سيدي، واوعوا تنسوا فرنسا كانت ضيفة شرف برضو زي الإمبراطور الجنيني كده. والاحتفال قعد أيام كتير جدا، ومش بس الناس اللي كانوا موجودين بس بيتفرجوا، ده كان في ناس من محافظات تانية جم علشان يتفرجوا على الحفل العظيم ده. ولو رحتوا الجمعية الجغرافية هوريكوا صور وانا بحكي عن المكان بتاع قناة السويس، من الماكيت لهدايا جميلة اشتغلت مخصوص لمدة 5 دقايق توريك رحلة السفن عن طريق قناة السويس. واشوفكم على خير.